السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل رول الدجاج بطريقة سهلة جدا، حاجة كده زي الكوردون بلو بس موفرة شوية وطعمها لذيذ جدا. تابعوا معايا كده الفيديو للآخر وتعالوا نشوفوا عملنا وصفة النهاردة ازاي. اولا الفراخ هنا هتكون محشية بالجبن، جبنة سايحة جدا وطعم الفراخ جميلة جدا واستوت للآخر، وطعمها حطيت عليها شوية توابل هتخلي طعمها في حتة تانية خالص. بصوا كده الرول تقدري بقى تاكليه مع عيش فينو او مع مكرونه او اي حاجه، ينفع اللانش بوكس وينفع للعزومات وينفع لاي يوم عادي. اول حاجه جبت الكبه بتاعتي حطيت فيها عيش فينو رغيفين او 3 عندك، يكونوا بايتين او في الفريزر مش مشكله، ممكن عيش ناشف او ممكن عيش يكون صابح مش مشكله، اهم حاجه انا هفرم العيش ده كويس جدا. بعد كده جبت عندي فيليه دجاج، ممكن تحطي وراك او صدور المتوفر عندك. انا كان عندي نص كيلو من الفراخ البانيه بدون جلد وبدون عظم، خدتها وفرمتها مع العيش الفينو اللي انا فرمته. بعد كده زودت ربع كوباية من المية. بعد كده عندي فصين توم مهروسين، فلفل اسود وملح، توم بودرة وبصل بودرة وبهارات الكفتة ومعلقة بابريكا. هبدأ اطحن الكمية دي كلها وعشان البهارات تتخلط مع الدجاج والعيش. بعد بقى ما فرمتها فرم مبرح نزلتها من الكبة وحطيتها في بولة عندي. هبدأ بقى اشوف عجينها كويس واشوفها مفيهاش قطع دجاج خالص، كلها اتفرمت كويس. هزود عليها معلقتين كبار من البقسماط المطحون اللي بيجي جاهز ده، وكمان زودت معلقة واحدة من زيت الذرة. هقلب كويس جدا عشان ادمج كل المكونات عندي، بعجنها كده كأني بعجن عجينة. بعد ما عجنتها كويس هشوف بقى الحشوة بتاعتي. انا عندي ميكس جبن شيدر وتركي وجبنة موتزاريلا، وكمان عندي قطعتين بسطرمة. تقدري تعمليها بالجبنة الموتزاريلا بس او اي نوع جبنة عندك تكون يعني من الجبن اللي بتسيح، شيدر او موتزاريلا او تركي. جبت بقى عندي كده كيس تلاجة وفتحته، وهبدأ بقى ابطط كده الفراخ بتاعتي واحط فيها الجبن اللي عندي اللي انا او اي حشوة عايزة اضيفها. صدقوني الوصفة دي جميلة جدا، احسن حتى من الكوردون بلو كمان، وناجحة جدا جدا جدا. هبدأ بقى الاول اقفل كده من الاجناب، وهبدأ بعد كده اعمل الفراخ رول بمساعدة الكيس طبعا. هيديني في الاخر الشكل ده، ادحرجها بقى كويس كده على الرخامة، هتديني شكل منتظم وزي الفل. اشيلها بقى على جنب واعمل واحدة كمان. احاول اخد قطعة متساوية او كور متساوية من الفراخ، كورة كده على قد قبضة ايدي، ممكن تحطيها على الميزان او بلاش يعني. هبططها كده، ممكن تستخدمي بقى النشابة الصغيرة تبططي بيها او زي ما انا بعمل بايدي. بعد ما فردتها كويس بتفرد بمنتهى السهولة لانها عجينة طرية جدا. وعلى فكرة كمية ربع كيلو من الصدور هتعمل معاكي كمية كبيرة قوي. اهو الاول بطبق كده من الحروف وبعد كده الف زي ما انتوا شايفين بالكيس كده، هتتلف معايا زي الفل. واقعد بقى ابرمها كده على الرخامة، هتتعدل وتبقى زي الفل. تمام. لو في اي قطعة بان منها الجبنة، انا مش عايزة الجبنة تبان خالص، هبدأ اغطيها بقطع الفراخ علشان ما تسحش في الزيت او تطلع بره. اهو واحدة كمان، انا هنا استخدمت النشابة، افردها كده، نحاول نرققها شوية. تمام. طبعا لو الفراخ مفرومة معايا كويس في الكبة هتديني النتيجة دي، انها هقدر افردها بايدي كمان. احشيها بقى الحشوة اللي عندي زي ما قلتلك، تقدري تحطي جبن بس. هقفل الاول كده من الجوانب وابدأ اعملها رول، وخلاص كده جاهزة معايا. اعدلها بقى اقفلها كويس كده زي الفل. هنعمل بقى كل الكمية. تقدري بقى طبعا بعد ما نغلفها تحطيها في اطباق وتحطيها في الفريزر، او تاخديها وتقليها على طول. وجبة جميلة جدا وسهلة، ويعني لو اشتريناها من بره هتكلفنا، احنا عملناها في البيت منتهى السهولة. الفراخ طبعا لما حطينا عليها البهارات اللي انا قلتلك عليها في اول الفيديو اديتها نكهة حلوة جدا. اهو انا كده عملت الكمية كلها، بسم الله ما شاء الله، عملت معايا 13 واحدة. النص كيلو عمل معايا 13 واحدة. جبت عندي هنا شوية من الكورن فليكس طحنتهم، وحطيت عليهم معلقتين من
البقسماط المطحون، قلبتهم كويس، وهبدأ بقى نشوف التغليفة. جبت بيضاية واحدة، حطيت عليها ربع كوباية من الحليب، هخفقها كويس مع معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة ملح. تمام. بعد ما اقلبها كويس كده اللبن مع البيض مع الملح والفلفل الاسود، زودت معلقة كمان من الدقيق علشان انا عايزة الخليط ده يكون قوامه تقيل شوية، يعني لما انزل فيه الفراخ الرول اللي انا لفتها معاكم يعني تشيل معاها من الخليط وهي طالعة من الخليط، ما تبقاش مية. تمام. اهو انزل بقى الفراخ كده في الخليط واطلعها بقى من الخليط ده وانزلها على طول في البقسماط والكورن فليكس. تقدري بقى هنا تستخدمي مثلا شيتوس مطحون او دوريتوس وتنكهي بيه برضو الكورن فليكس بتاعك، هيبقى طعمه حلو جدا. اغلفها بقى كويس من كل ناحية واشيلها بقى في طبق. هعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. لو عاوزة الطبقة اللي بره تكون سميكة، بعد ما تنزليه في الكورن فليكس رجعيه تاني للخليط السائل ونزليه تاني في البقسماط، وكده عملنا طبقة سميكة من بره. بجد الوصفة دي سهلة جدا، ما خدتش وقت، والولاد فرحوا بيها جدا. جربوها وهتدعولي. في المرحلة دي بقى تقدري تاخدي ترصيها في اطباق وتدخليها الفريزر، او تاخديها وتقليها على طول. يعني كتري الكمية شوية بحيث تعملي وجبتين، وجبة ناكلها في نفس اليوم والوجبة التانية نشيلها في الفريزر ليوم تاني. هبدأ بقى احط زيت على النار، لما يسخن هنزل بالكمية اللي عندي. نحاول ما نعليش النار قوي، انا عايزة برضو الفراخ تستوي وعايزة اسمح للجبنة اللي جوه انها تلحق تسيح. طبعا انا مسرعة الفيديو، هي اخدت وقت حوالي 10 دقايق، يعني 5 دقايق على كل ناحية. بقلبها طبعا باستمرار، واستوت معايا وبقى طعمها زي الفل. هبدأ بقى اشيلها من الزيت وتاكليها بقى مع كاتشب مع مايونيز، تاكليها في سندوتشات. بصراحة جميلة جدا، مقرمشة جدا من بره. طبعا انا شايلة صوت الفيديو، بس هي مقرمشة جدا وجميلة، ومن جوه الفراخ مستوية والجبنة كمان ساحت. بصوا كده الجبن بتاعتي طعمها حلو قوي، والفراخ نكهتها جميلة. بصوا بقى كده مع شوية كاتشب حلوين، ده كاتشب بيتي انا كنت عاملاه معاكم في القناة، وعيش فينو. كلوها بقى بأي طريقة. هنا بقى بعد ما خلصنا قلت اصور لكم بقى اللحظات الأخيرة. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، ولو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو الفيديو عجبكم قولوا رأيكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.